فاكرين؟ مش كل سمكة في البحر سحرية. اظن الاكل ده كله مفيش فيه حاجه تخن، كله مأكولات بحريه خفيفه وما بتزودش في الوزن. انا اكل بقى زي ما انا عايزه، الجمبري والسمك والحاجات دي كلها. اه وهو انتي فاكرة ان المأكولات البحرية مش بتزود الوزن؟ احنا فاهمين ان هي مليانة بروتين ومغذية بس، لكن كل شيء زاد عن حده بيتقلب ايه؟ لا مش ضده، هو بينقلب لسمنة. السعرات الحرارية بتفرق يا جماعة، والجمبري المتغرق وغطسان في الزبدة وفي الصوصات الكتير اللي بتبقى معمولة فيه، أو السمك المقلي اللي عامل زي سفينة تايتانيك الغرقان في الزيت، هي مش بيبقى بنفس البراءة اللي احنا فاكرينها. نصيحة ليكوا، استمتعوا بالمأكولات البحرية، لكن بكميات معتدلة، طرق طهي صحية زي السلق والشوي، لأن حتى البحر ليه حدود، ولا إيه؟ شاركونا أطباقكم في الكومنتات بطريقة صحية، لأن صحتكم أغلى حاجة، وكل وجبة ممكن تكون خطوة أقرب لحياة صحية مليانة طاقة وصحة. ها فاكرين؟ مش كل سمكة في البحر سحرية. خليكوا فاكرين كويس، وخليكوا أذكياء في اختياراتكم، وصحتكم دايما أولا.